ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير، وحشتوني جدا. النهارده هتكلم معاكم على اغنيه عمرو مصطفى الجديده، اغنيه يا دايره. لسه نازله كده حبه حلوين، يلا بينا. اغنيه عمرو مصطفى الجديده، اغنيه يا دايره. الاغنيه يا جماعه هي من كلمات احمد علي موسى، ومن الحان عمرو مصطفى نفسه كالعاده، ومن توزيع تيكو. شايف ان الاغنيه في حته تانية خالص. الاغنيه يا جماعه فعلا تقيله. انا شايف بصراحه ان عمرو مصطفى مركز بقاله فتره في الاغاني، عامل اغاني حلوه جدا ومركز فيها بشكل كبير. بصراحه يا جماعه دي حاجه تفرحني جدا، وشايف انها حاجه كويسه. المزيكا بتاعتها يا جماعه جميله جدا بجد، شابوه احييه عليها. انا شايف انها حلوه، اي نعم في شويه فواصل موسيقيه في النص ما بين مثلا جمله او مقطع والتاني كانت بطيئه شويه. لو كانت تبقى اسرع سنه كانت هتفرق في الاغنيه اكتر شويه. انا يا جماعه زي ما انتم عارفين بركز مره في التوزيع ومره في الكلمات ومره في اللحن، عشان اعرف ان انا اركز في الاغنيه واطلع اقول لكم رايي فيها زي ما انتم متعودين. من اكتر يا جماعه الحاجات اللي عجبتني في الاغنيه بصراحه يا جماعه كانت الكلمات بتاعتها. عمرو مصطفى يا جماعه بجد شايف ان هو اختياراته اتحسنت كتير. شايف ان الالبوم ده عوده كويسه جدا لعمرو مصطفى. بصراحه يا جماعه الالبوم اللي قبله ما كان وحش جدا، كان من اسوأ البومات عمرو مصطفى. البوم لعبت مع الاسد كان من اسوأ الالبومات بصراحه. الالبوم يا جماعه بصراحه لا، في شغل حلو، في اغاني كويسه وفي اغاني نص نص، بس في اغاني قويه قوي. يعني الاغنيه دي يا جماعه من الاغاني القويه جدا لعمرو مصطفى، وممكن كمان تعيش له كتير قوي. انها كلماته يا جماعه جامده وتقيله، اغنيه دراما بجد يا جماعه كانت حلوه. وكان برده كان وحشنا او وحش ناس كتير عمرو مصطفى في الدراما. انا بصراحه كمستمع مش بفضل عمرو مصطفى قوي في الاغاني، انا بحبه اكتر ان هو ملحن شاطر وملحن كبير. في الاغاني يا جماعه اغاني مش كل الاغاني بصراحه، وده برده رايي. يعني ممكن انت ما تتفقش معايا عادي، وانا برضو بحترم رايكم كلكم، انتوا عارفين. ممكن انت مثلا تشوف ان انت بتحب الاغاني بتاعته اكتر، هي يا جماعه وجهه نظر. بس انا بصراحه يا جماعه شايف ان الكلمات بتاعتها كانت احلى ما فيها. التوزيع يا جماعه برضو كان حلو جدا وكان معمول كويس، بس كان فاضل بس تاتش صغير. يعني مثلا ما بين كل مقطع والتاني يكون الفاصل الموسيقي بتاعها يكون اسرع شويه، بطيء سنه. يعني لو اسرع شويه حاسس ان كان يبقى في فرق اكتر في التوزيع. بالنسبه يا جماعه للحن، فعمرو مصطفى يا جماعه انتوا عارفين الحان عمرو مصطفى عامله ازاي. بس انا عندي وجهه نظر، لو عمرو مصطفى عمل لحن لغيره، يعني لو الاغنيه دي مثلا نفترض ان احنا سمعناها بصوت مطرب تاني، هتنجح بشكل اكبر. يا جماعه ملحن شاطر وكل حاجه، بس يلحن لغيره. انا مش بشوف يا جماعه ان عمرو مصطفى بيتعاون مع ملحنين جداد. ليه مفيش مثلا ملحن بيشتغل معاه؟ ليه كل الالبوم دايما بيبقى الحانه هو بس؟ ده يا جماعه مش صح بصراحه. بشوف ان هو ماشي على نمط معين، فده بصراحه مش افضل حاجه. بس يا جماعه اللحن كان كويس في الاغنيه برضو. عمرو مصطفى يا جماعه انتوا عارفين ملحن شاطر، ودي حاجه مش جديده عليه. انا شايف يا جماعه الاغنيه بشكل عام بصراحه ككلمات ولحن وتوزيع، شايف ان اقوى حاجه فيها يا جماعه بصراحه كانت الكلمات بتاعتها. التوزيع كان كويس واللحن كان كويس نوعا ما، مع الكلمات بصراحه كان متوافق جدا مع الكلمات والتوزيع. عايز اعرف رايكم في الكومنتات، قولوا لي تحت رايكم. وده اللي كان عندي النهارده. لو انت لسه جديد وبتشوفني اشترك وفعل زر الجرس، واعملوا لايك عشان كمان في المحتوى اللي بقدمه اكتر واكتر، وشاركوا في كل مكان لكل اصحابكم. قاعدوا ما تقدروا ما تنسوش. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. شكرا.